يمكن بنتكلم هنا على ضمير ابله حكمت بعد مشاوير زي ما حضرتك قلت، بس ده يقول لك انعام محمد علي و... وانت مش بس ضمير ابله حكمت ده، طريق الى ايلات، بعديه. ومشوار وهارموني مع مخرجه تعشق التفاصيل. لو قلت لك توصفها بايه نعم محمد علي؟ بصي انا في شغلي معاها، اولا هحكي لك حكايه كده صغيره. انا جيت لها اول مره متاخر عليها، فلقيتها ساباني وماشيه. اه. قالت لي انت اتاخرت وانا مواعيدي سيف. منضبطه. قلت لها انا بعتذر لك قالت لي هديك فرصه، بس لو اتاخرت تاني انا هغيرك، ولو تحب اقول لك هتغيرني بمين، دي اغيرك بمين دلوقتي هقول لك. انا طبعا اعرف قيمه انعام محمد علي. طبعا. فقلت لها انا هقول لحضرتك على حاجه، انت لن تستطيعي انك تغيريني، ومش هتقدري من الاخر تغيريني. قلت لي ايه؟ قلت لها زي ما بقول لك كده، ده دوري انا مش المهم اتاخدت كده، دي رقه الدنيا كلها. المهم جيت لها في الميعاد بعد كده وحبت تعمل حاجه زي تيست، امم. فانا اتجننت. كان عندك اعمالك كتير واوريدي اشتغلت، فبرضه ما حسيت ان هي مش افضل حاجه، مش محتاج يعني. كان معايا ساعتها بقى سوسن وبدر وعبله. اه. فانا قالوا لي في ايه؟ قلت لهم عايزاني اعمل امم. معاها مشهد وكده. قالت لي طب ما تعمل ايه المشكله؟ قلت لها المشكله المشهد اللي اعمله. انتوا عملتوا؟ قالوا لي اه. فلقيت ان كل الناس خضعت الا انت الثائر. فقلت طب، قلت لها حضرتك اوكي، في مشهد طبعا ماستر سين في المسلسل، بالنسبه للشخصيه وبالنسبه للحكايه كلها، اللي هو بيلسع فيه امم. وبيتجنن وحكايه كده. فقلت لها اوكي هعمل لك المشهد. قالت لي اتفضل. قلت لها بس في حاجه انا هقولها لحضرتك، انا هعمل المشهد، لو عجب حضرتك اوكي انا هعمل الدور. صح؟ قالت لي تمام. قلت لها لو ما عجبش حضرتك برضه انا اللي هعمل الدور. اوكي. بس ده عملت لها المشهد، وكانت البدايه، وابتدينا نشتغل بقى. اتزرعت بيني وبينها ثقه لا يتخيلها احد من الزملاء، وخصوصا واحنا بنصور الماستر سين ده. امم. انا كان زمايلي وكان طبعا حبيبي ده في رحمه الله. حضور كان فاتن حمامه اعتقد الماستر سين ده، ولا كانتش لا موجوده؟ هي موجوده في السيكونس، انما مش في اه. المشهد ده. المشهد ده بيني وبين عبله وسوسن. رحمه الله عليه ابراهيم يسري اكتر واحد قال لي عايزين ناخد اوردر في يوم المشهد ده، عشان نشوف المشهد ده هيتعمل في كام يوم ولا في كام ساعه ولا. اه، بيعمل لك تحدي بسيط كده قلت له طب خلاص كلم بقيه الزملاء وانا هقول لكم امتى اليوم وجم مم. على فكره. فعلا. ليه معروف ان الاستاذه انعام بتعيد كتير، و بس هم ما يعني ما كانوش يعرفوا هي بتعيد كتير ليه، او هم كان البعض منهم عرف يعني. فجينا نصور المشهد ده، كان المفروض بنصور بكاميرا واحده، فانا طلبت الثلاث كاميرات. انت اللي طلب. اه. قالت لي ايه؟ قلت لها المشهد ده انا عايز اعمله مره واحده. قالت لي اوكي. امم. وانا بكلمها وانا ايه بقى، وانا في الحاله بتاعتي الشخصيه، لاني كنت عملت المكياج اللي من بره واللي من جوه خلاص تمام. اه، مستعد فبقيت تماما. بكلمها بالاسلوب ده، ثلاث كاميرات. ليه قلت لها مره واحده نزلوا الثلاث كاميرات، عايز وايرلس. قالت لي ايه؟ احنا بنصور في استوديو. امم. بس طبعا ايه الناس اللي في الوحده اصحابي وبحبهم قوي بيحبوني. اول ما واحد منهم سمع الوايرلس جري بسرعه يجهزوا. قالت لي ليه عايزه ليه؟ قلت لها ان في كلام انا ممكن اقوله لما يطلع مني ممكن ما حدش يسمعه غير زميلي اللي قدامي، لانه اذا طلع وانت بالتاكيد هتبقي سامعاه، فهتقولي للكاميرا تروح فين، امم. لان الكاميرا مش هتسمعها. ده انت فكرت بعقليه المخرج، يعني السين كله، الميزانسان كله بقى. بحب المهنه، بحبها بكل اه. فروعها وبكل جنوبها لغايه المونتاج بس لغايه اقنعتها ازاي دي انعام محمد علي؟ لا هي بقت، هي مش انا مش اقنعتها. الحاله اللي انا فيها وانا بكلمها بيها اه. اوكي. اوكي. المهم في مينت الكاميرات نزلت، وكل المصورين الزملاء ركبوا كاميراتهم، والوايرلس توصل في مينت، وابتدينا نبقى جاهزين بروفا كروكي، يلا ستاند باي. ابتدى المشهد. من ثانية ما ابتدى المشهد لغاية ثانية ما خلص المشهد، نو ستوب، مع ستوب سوكسي ضج في البلاتو كله.